بيظل عالم الجن واحد من أكتر العوالم المحاطة بالغموض، وده لقلة معرفتنا عنها. أنا جايب لك قصة النهاردة في منتهى الرعب. القصة بتدور عن انتقام قبيلة من الجن من بعض الأطفال من الإنس. كمان أبادوا قبيلة كاملة من الإنس وقتلوهم بطريقة بشعة جدا في ظروف غامضة. القصة مرعبة جدا وفي غاية الرعب، لكن كالعادة قبل ما ندخل على القصة ياريت تنزل تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. تعالوا بينا نشوف قصتنا النهاردة بتقول إيه. محور قصتنا النهاردة يا صديقي بيعود لليمن، وتحديدا في منطقة جبلية. المكان كان مناسب جدا للزراعة والرعي، وده لأنها كانت منطقة جبلية وجنبها سهول مليئة بالخضرة والزرع، والمنطقة دي تم اكتشافها من بعض السكان لقبيلة كانت جنب المنطقة دي. المهم إن أهل القبيلة دي بدأوا إنهم يبعتوا بعض الشباب والأطفال من أهل القبيلة للمنطقة الجبلية، وده كان علشان زي ما تقول كده ينظفوا المنطقة من الحيوانات اللي كانت فيها زي الكلاب والقطط والحيات والتعابين. لكنهم أول ما بدأوا في عملية التنظيف دي، وتحديدا من تاني يوم، الشباب اللي كانوا شغالين في المنطقة دي اكتشفوا إن في طفل اختفى من ضمن الأطفال اللي كانت موجودة معاهم. بدأوا يدوروا عليه في كل مكان لكن ما لقيوش ليه أي أثر. المهم إنهم رجعوا على القبيلة بتاعتهم بعد اللي حصل ده، وقرروا انهم يروحوا تاني يوم علشان يكملوا شغل وبالمرة يدوروا على الطفل اللي ضاع منهم. في اليوم التاني وبعد ما خلصوا شغل ومروحين اتفاجئوا باختفاء طفلين تانيين من الاطفال اللي كانوا موجودين معاهم. اهل القبيلة دي كانوا متعودين ان يختفي منهم طفل او اتنين اثناء رحلاتهم دي، لكن الاطفال دول كانوا مدربين على الرحلات اللي من النوع ده، لكن الاطفال كانوا بيعرفوا يرجعوا على القبيلة بعد كل مرة. لكن الغريب هنا ان الثلاث اطفال اللي اختفوا مفيش ولا واحد منهم رجع بعد ما مر على اختفائهم اكتر من 3 ايام كاملين. ولما الموضوع اتعقد كده قرر مجموعة من الشباب بتوع القبيلة انهم يروحوا من تاني على نفس المنطقة الجبلية علشان يدوروا بشكل مكثف على ال3 اطفال. اثناء ما هم بيدوروا على الاطفال لقوا هدوم واحد من الاطفال دول. لما كملوا بحث لقوا كمان هدوم طفل تاني لكنها كانت متقطعة ومرمية على الأرض. أهل القبيلة قرروا إنهم يروحوا على الجبل من تاني، لكن المرة دي في مجموعة أكبر علشان يدوروا على أي أثر تاني للأطفال. لما طلعوا الجبل مجموعة من الناس سألوا الشباب اللي لقوا الهدوم بتاعة الطفلين، وسألوهم أنتوا لقيتوا الهدوم دي فين بالظبط؟ فالشباب أخدوهم على المكان. المكان كان قريب جدا من الجبل والسهل، وكان فيه شجرة كبيرة محطوط عليها حبل ومعمولة حاجة كده زي المرجيحة. المهم انهم دوروا في كل مكان على اي اثر لكنهم ما لقيوش اي حاجه، فقرروا انهم يرجعوا من تاني على القبيله. اول ما رجعوا على القبيله حكوا اللي حصل للناس اللي في القبيله، وبالصدفه كان موجود من ضمن الناس شخص كبير في السن. الشخص ده كان شغال اساسا دليل، بمعنى ان كل قبيله في الوقت ده كان بيبقى فيها واحد اسمه الدليل او متقفي الاثر، والشخص ده كان كويس جدا في تقفي الاثر. المهم انهم عرضوا الموضوع على الدليل ووافق بالفعل انه يروح معاهم. أول ما وصلوا للمكان اللي لقوا فيه هدوم الطفلين الدليل قال لهم لقيتوا الحاجة هنا؟ قالوا له هنا. فجأة الشباب بيبصوا على الدليل لقوا لونه اتخطف وشكله بان عليه الرعب، وقال لهم يلا بينا نرجع على القبيلة دلوقتي حالا. الشباب سألوه انه حتى ما فتش على حاجة ولا حتى بص في المكان، لكنهم لما لقوا عليه الرعب. وبالمناسبة الدليل ده كان من الاشخاص اللي مش بتخاف من اي حاجة، ده حتى واحد من الشباب اللي كانوا موجودين كان بيقول ان الدليل ده طول حياته عمره ما شافه مرة خايف من حاجة. فالشباب كانوا مصدومين من العلامات اللي ظهرت على وشه، بإصراره الشديد إنهم يمشوا من المكان في أسرع وقت. أثناء رجوعهم على القبيلة لاحظ أحد الشباب إن الدليل طول الطريق عمال يقول البسملة ويقرأ قرآن كتير، كمان خطواته كانت سريعة جدا كأنه كان بيجري. أول ما وصلوا القبيلة الدليل طلب من أحد الشباب إنه يروح يبلغ شيخ القبيلة وكل كبار القبيلة إنهم يجتمعوا عنده بكرة بعد صلاة العشاء لأمر ضروري جدا. وبالفعل الشاب عمل كده، وتاني يوم بعد صلاة العشاء كل كبار القبيلة اجتمعوا عند الدليل في البيت بتاعه. أول ما قعدوا كبار القبيلة سألوا الدليل عن اللي حصل، لكن الدليل قال لهم تحبوا أقول الكلام ده قدام الشباب ولا لما يمشوا؟ هنا الشباب كلهم بقوا بيبصوا على بعض وعرفوا إن الموضوع كبير ومش صغير. المهم إن الدليل قال لمشايخ القبيلة إن اللي حصل مع الأطفال ده هو نفس اللي حصل مع أصحاب القصة القديمة اللي انتوا عارفينها. هنا الشباب استغربوا أكتر وبقوا بيبصوا على الدليل وبقوا بيقولوا لنفسهم إيه هي القصة دي. المهم يا صديقي إن المكان ده حصل فيه قصتين. القصة الأولى كانت في قديم الزمن، وفي الوقت ده كانت فترة حروب وصراعات بين القبائل، وفي الوقت ده كان في قبيلتين كانوا دايما على عداء ما بينهم، وكان طول الوقت بيقتلوا بعضهم. لكن كان في قبيلة منهم كانت بتمتلك عدد جنود أقل بالنسبة للقبيلة التانية،
وبسبب كده القبيلة الأولى كانت دايما بتعتدي عليهم وعلى نسائهم وعلى ممتلكاتهم. فبعد تفكير عميق وصلوا الحل، وهو إن صحيح إن عدد جنودهم أقل لكنهم عندهم الجن. فاللي حصل إن القبيلة دي كان موجود فيها كمية كبيرة جدا من السحرة والمشعوذين. فبدأ السحرة دول يتواصلوا مع الجن على أمل إنهم يوصلوا الحل مع الجن علشان يساعدوهم في الاعتداءات اللي بتحصل عليهم. وعلى حسب ما بتقول القصة إن الجن ساعدوهم فعلا لفترة من الزمن، لكن بعد فترة قريبة جدا زي ما تقول كده انقلب السحر على الساحر، والقبيلة كلها اتقتلت حتى المشعوذين والسحرة. كمان طريقة موتهم ما كانتش بفعل بشر أو حتى حيوان، بعض الناس قالوا إنها كانت بفعل الجن اللي اتفقوا معاهم. المهم إن زي ما تقول كده المنطقة دي بقت مسكونة بالجن. القصة التانية حصلت في نفس المكان المسكون ده اللي لقوا فيه ملابس الأطفال، لكنها حصلت بعد القصة الأولى بسنوات. بعد مرور مئات السنين على القصة الأولى جم ناس وسكنوا نفس المكان المسكون بالجن، والناس دول كانوا مطرودين من أرضهم وجم علشان يعيشوا في الأرض دي، علشان كانت أرض كويسة وفيها زي ما قلنا سهل كبير مليء بالخضرة وأرضها كويسة في الزراعة. لكنهم قبل ما يروحوا الأرض دي بعتوا لأطفالهم علشان يروحوا يقتلوا الحيوانات اللي كانت بتعيش في الأرض دي، زي مثلا الكلاب والقطط والحيات. الناس دول كانوا عايزين ينظفوا الأرض من أي حيوانات حرفيا. المهم انهم نجحوا بالفعل في قتل كل الحيوانات تقريبا، وعلى حسب اللي نقلوا الرواية دي جيل بعد جيل قالوا انهم قتلوا مجموعة كبيرة من الجن اللي كانوا ساكنين الارض دي، واللي كانوا متشكلين على هيئة الحيوانات اللي هم قتلوها. لاننا زي ما احنا عارفين ان الجن بيحب يتشكل على هيئة مثلا كلب اسود او قطة او حية. المهم ان زي ما حصل في القصة الاولى حصل في القصة الثانية، الجن اللي سكن الارض انتقم من الناس اللي قتلوا ابنائهم اللي كانوا متشكلين على هيئة الحيوانات. المهم يا صديقي ان القصة دي انتشرت جدا عن الارض دي، وبقت كل القبائل بتحكي القصة دي جيل بعد جيل، وأصبح في خوف من كل القبائل المحيطة بالمنطقة دي لمجرد إنهم بس يقربوا منها. المهم يا صديقي إن الشباب اندهشوا من القصتين اللي سمعوهم من الدليل عن المنطقة دي، وفي بعض من كبار القبيلة صدقوا القصتين والبعض الآخر كذبوا، وفي ناس من اللي كانوا موجودين لما سمعوا القصة عرفوا إن ده أثر جن، وده على حسب معرفتهم بأشياء عن الجن. شيخ القبيلة سأل الشباب إذا كانوا لقوا أي أثر للطفل الثالث ولا لا، لكن الشباب أجابوه بأنهم لقوا هدوم الطفل الأول وهدوم واحد من الطفلين اللي اختفوا في تاني يوم. استقر شيخ القبيلة إن مفيش حل غير قراءة القرآن، وقرر إنه يبعت قارئ قرآن من اللي عندهم في القبيلة، وبالفعل بعت القارئ اللي كان بيحفظ الأولاد في الجامع ومعاه مجموعة من الشباب. القارئ والشباب طلعوا علشان يروحوا المكان المسكون. من ضمن الناس اللي طلعوا مع القارئ كان شخص اسمه أبو حسن. عايزكم تفتكروا الاسم ده كويس علشان هيحصل معاه قصة محورية في حلقتنا. أبو حسن ده كان من ضمن الشباب اللي كانوا بيروحوا للمكان المسكون في المرات اللي فاتت. المهم إنهم بعد ما وصلوا للمكان المسكون وبدأ القارئ اللي معاهم يقرأ القرآن، ويدوب أول ما بدأ في القراية بدأ أبو حسن إنه يتشنج، وهنا عرف القارئ إنه ممسوس. باقي الشباب خافوا، لكن بدأ القارئ إنه يهديهم لحد ما الشباب مسكوا أبو حسن وقرب منه قارئ وبدأ يتكلم معه. المهم إنه لما اتكلم طلع إنها جنية، وقالت للقارئ إن الشخص ده جه لحد بيتنا وقتل ابننا. طبعا أبو حسن كان قتل حية في المكان ده قبل كده، لكن الحية طلعت جن متشكل ويبقى ابن الجنية اللي لبسته، وهو قتل الجن ده على أساس إنه حية لكنها كانت جن متشكل. المهم إن الجنية قالت للقارئ إن أبو حسن هيموت كانتقام على اللي حصل لابنها. القارئ سألها عن الأطفال الصغيرين اللي اختفوا، لكنها قالت له ده يعتبر حاجة قليلة جدا من اللي هم أخدوها مننا. لما سألها إذا كانوا الأطفال اعتدوا عليكم ولا لأ، ردت وقالت إن فيما مضى أسلافكم هم اللي اعتدوا، يعني زي ما تقول كده الموضوع أصبح كانتقام. المهم إن بعد مرور الوقت من غير ما يستفيدوا حاجة قرروا إنهم يرجعوا على القبيلة، وأخدوا معاهم أبو حسن كمان. لكن بعد أيام من عودتهم للقبيلة حصلت حاجة مرعبة. في أحد الأيام بتصحى القبيلة على صوت صراخ شديد جدا، والصوت كان جاي من بيت أبو حسن. لما القبيلة راحت البيت لقيته في حالة تشنج وغضب كبيرة جدا. كمان لقوه قتل 2 من أولاده، وكان رافع السلاح على باقي العيلة علشان يقتلهم هم كمان. لما الموضوع كبر وخرج عن السيطرة قرر أفراد القبيلة إنهم يقتلوه. المنطقة دي بقت مع الوقت الناس بيهاجروا منها، وما بقاش فيها إلا عدد قليل جدا. المنطقة دي لحد وقتنا ده موجودة في صحراء اليمن. لحد هنا يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن قصصنا لسه ما خلصتش على كده. طالما كملت الفيديو لحد هنا يا ريت تشترك في القناة لو بتتفرج من يوتيوب، وتعمل لايك لو بتتفرج من فيسبوك. كمان يا ريت تفعل زرار الجرس علشان في فيديوهات فاتت وفي فيديوهات جاية لازم انك تشوفها. سلام.